لما انا النهارده بتكلم على موضوع المهاجم، انا عايز الصالح العام، انا عايز اشوف النادي الاهلي قوي جدا، عايز اشوف النادي الاهلي في البطولات شرس جدا، عنده مهاجم كويس جدا. انا ليا 3 4 سنين بجد مش عارف اجيب مهاجم. عقدتي دلوقتي بقت المهاجم، كل سنه موليكا، كل سنه سوزا، كل سنه مارسينيو. انت مش عارف النادي الاهلي ليه مش عارف يجيب مهاجم؟ كل الدنيا حوالينا يا جماعه بتجيب مهاجمين، كل العالم حوالينا بيتعاقد مع اللعيبه اللي هو عايزها. ليه النادي الاهلي محسسني ان هو بيدور على حاجه يعني ابره في كوم قش؟ كتير جدا اللي بيحصل في موضوع المهاجم، حديث الساعه بقى موضوع المهاجم. فانا النهارده لما اجي اتكلم عليه انا بحط ايدي على خطا معين واقول لحضرتك ونتناقش مع بعض كجمهور. ماليش دعوه اطلاقا بمجلس اداره النادي الاهلي، ياخد القرارات اللي هو شايفها صح، يتعاقد مع اللي هو شايفه. هم اكيد اقدر مننا في الاداره، فاهمين اكتر مننا في الاداره، ولكن انا النهارده كجمهور ايه اللي يهمني في الموضوع